بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بخير ان شاء الله. برضو النهارده دخلت صفقه زيرو انعكاس برضو على الباوند دولار. مرها لكم برضو هنا. دي طبعا لينك القناه بتاعتي على التليجرام، هتلاقوا اللينك تحت، وهتلاقي اللينك الخاص بي انا تحت لو عايز تكلمني تستفسر عن اي حاجه، او حتى قناه التوصيات الخاصه. بص انا داخل منين، وطبعا هنوريك تحت كل ده. انا داخل صفقتين، دخلت واحده من هنا وواحده من هنا. هقول لك اسباب الدخول دلوقتي، بس قبل ما نبدا متنساش تبقى تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، ولو عندك اي استفسار يا ريت تبقى تقوله تحت في الكومنتات. خلينا ندخل على تريدنج فيو. باوند دولار حتى موجود اهوت، هو متسايف لوحده لان انا ما دخلتش اي صفقات تانية غير الباوند. بص الشكل ده طبعا مالكش دعوه بينا، هنشرح لك كل حاجه من البدايه. بص هنا خلينا نيجي على الفريم اليومي. بص انا كنت داخل صفقه من هنا، وبرضه هتلاقيها عندك على التليجرام. وكنت قايل انا دخلت من هنا ليه في الفيديو اللي قبل ده على طول، بس خلينا في صفقة النهاردة. نيجي هنا، انت شايف ان هنا في فير فاليو جاب، وشايف برضو ان عندك هنا كل ده مومنتوم قوي او زخم، يعني شوف انت عايز تسميه ايه. بس لما يكون الزخم قوي كده تعرف بان بنسبة كبيرة ان الاتجاه هيكمل في طريقه، سواء كان شرائي او بيعي. يعني بص هنا مثلا لما السعر طالع بزخم كبير، بص ده كمل في الصعود على طول. هنا برضو لما كان الزخم كان كبير راح مكمل في الهبوط. فديت يعني ايه حاجة ليك كده، خليها على جنب معاك ماشي. المهم احنا هنا عندنا فير فاليو جاب. لو نزلنا على فريم الساعة نبص ثواني قبل بس ما نعمل هنا حاجة انا بدأت ادخلها في الاستراتيجية بتاعتي، حاجة قوية الصراحة. مايكل بيشرحها، وتقريبا كان شرحها في المنتور شيب بتاع السنة دي 2025. بص ده هتشوفه على فريمات صغيرة، خليه دلوقتي عادي يعني، بس على الفريمات الصغيرة بيبان أهميته. المهم احنا هنا انا لما نزلت على فريم الساعة اسف. بص اول حاجة كان في تخوف الى حد ما بالنسبة لي. ليه تخوف؟ ليه؟ الزخم مش انت قلت ان الزخم موجود والسعر نزل بقوة وكده؟ هقول لك بص دي سيولة بالنسبة لي، ليكويديتي. طب انا بالنسبة لي قلت ايه؟ قلت هو كده كده الاتجاه هيكمل في الصعود، بس ممكن نلاقي تصحيح. لان انت برضه لو بصيت على فريم اليوم عندك هنا، بص ده فير فاليو جاب اهو، والسعر طالع من عنده يعني احترمه، يعني يا دوبك حتى قفل عند النص وبعد كده راح طالع بقوه. فده اللي خوفني، قلت لا ما ممكن ايه يطلع ويكمل سحب السيولة. قلت يبقى بس نبص على الدي اكس واي، مؤشر الدولار. طبعا ده من تحليلي لليوم اللي فاقي من الصفقه بتاعت امبارح. بص يعني مش همسح الكلام ده، هوريهولك كده بشكل عام. السيوله هنا نزل السعر سحبها، والمستطيل ده كان اوردر بلوك على فكره. وجا هنا بص على فريم الساعه على طول، ده فير فاليو جاب، لا انعكاسي. فير فاليو جاب انعكاسي، في فير فاليو جاب عادي. بص هنا ده فير فاليو جاب اهو، وده هنا الانعكاس بتاعه اهو انعكاسي. تمام، فبالنسبه لي كان حاجات قويه، فمش هقدر امسحها الصراحه، او ممكن اقدر امسحها عادي دلوقتي، يعني نمسحها ونرسمها مع بعض. انا خلاص كده ايه السعر عمل حركته. ادي هنا فير فاليو جاب عكسي انفرسال، وعندك هنا الجاب اللي انا بتكلم معاك عليه فير فاليو جاب، وعندك هنا اللي بقول لك عليه الفايبوناتشي العادي. ودي الاعدادات بتاعته عشان تكون قدامك برضه 25 والنص وال75. دول مش بستخدمهم قد كده يعني، بس بحدد بيهم الاهداف. اسف سالب واحد بس هو اللي مش بستخدمه قد كده، وسالب نص يعني، بس بستخدمه كتحديد اهداف بس مش اكتر. المهم ننزل على فريم الساعة، او خلينا على فريم 15 دي على طول. بص هنا كده اللي حصل عندك ان السعر كان فيه هنا سيولة، فالسعر سحبها. فانا بالنسبة لي قلت طب ما هو خلاص كده ايه، فريم مؤشر الدولار سحب السيولة بتاعته. وغير كده لما رسمنا الفيبوناتشي اللي انا قلت لك مايكل بيستخدمه، وانا عن نفسي بدأت ادخله في الاستراتيجية بتاعتي. بص عند ال 75 ايه اللي حصل؟ السعر جه لمس وطار من عنده على طول. بص هنا انا بوريك قوته بس دلوقتي مش تبع الصفقة.
لما السعر بيلمسه يعني يا دوبك بيلمسه ويطير، وبيتعامل مع كل المناطق دي ال25 والنص وال75 في ان هي بتكون مناطق دعم او مقاومة. تمام. المهم بالنسبة لي اللي حصل ان احنا دلوقتي على فريم ال 15 دقيقة بعد ما تم سحب السيولة، السعر راح عمل ايه؟ تشينج اوف كاركتر في ماركت شيفت. تمام. وجت هنا الساعة، كانت هنا بالظبط، ايوه، الساعة 9 بتوقيت نيويورك. تمام. قلت بس يبقى خلاص السعر هنا نزل، وده المرجح ان المؤشر الدولار يكمل في الصعود بتاعه. وكان في اخبار وقتها على الباوند دولار، كان في اخبار اسف في مؤشر الدولار. فده بالنسبة لي كان خلاص ان الخبر هيجي ايجابي للدولار، وان السعر ده هينهار كله، مؤشر الدولار هيصعد. وبنسبة 90% السعر خلاص مش هيقرب للسيولة ديت، هيسيبها وكده كده هتتسحب. بس الله اعلم امتى، شهر، شهرين، سنة، سنتين، اي وقت، فاهم؟ المهم السعر هنا راح سحب السيولة، انا رحت داخل صفقة على طول بعد ما السيولة ما تم سحبها من هنا. دخلت صفقتين، صفقة من هنا. طب انت هتقول لي ليه دخلتها من هنا؟ هقول لك دخلت واحدة الاول من هنا عشان الفير فاليو جاب ده. ثواني بالظبط، ايوه كده كده. طيب دخلت من هنا ليه برضه؟ هقول لك بص، في فير فاليو جاب اهو، وهنا السيولة دي تم سحبها اهي. فقلت خلاص بقى، يعني هنا قلت خلاص بنسبة كبيرة السعر هيكمل في الهبوط بتاعه، لكن السعر راح جاي مصفي السيولة دي كمان. فقلت بس يبقى ديت ايه، الصفقة الأصلية بتاعتنا. طيب الستوب لوز بتاعي كنت حاطه فين؟ كنت حاطه هنا الحقيقة. لا لا، ما كانش هنا، كان هنا بالظبط. طب ليه كان هنا؟ بص ده liquidity void، يعني دي كلها fair value جاب. ممكن تلاقيها على فريم الساعة ولا 4 ساعات أوضح من كده. ثواني، بص هنا كده، هنا قلت لو السعر لمس دي هيكمل، ممكن يكمل صعود، يروح طلع السيولة مرة واحدة اللي خلاها يوصل لحد ان هو يقفل الجاب ده، يبقى هيكمل في الصعود ويسحب السيولة دي كلها. فقلت بس يبقى انا الخروج بالنسبة لي من هنا، و16 نقطة مش وحشين يعني. دي كانت 16 ودي قول 28 يا عم، تمام. بس اهدافي قلت خلاص لو السعر هيكمل يبقى انا اتدخل نصطاد من مكان كويس، لان السعر كده هيكمل في الاتجاه بتاعه، وهستهدف في، هستهدف لحد هنا، هستهدف كل ده. بس دي الصفقة بتاعتي. طيب هل انا هستنى صابر لكل ده؟ هقول لك لا. انا من اي مثلا فير فاليو جاب هتكون هنا على فريم ال4 ساعات، ممكن هتلاقيني بدخل اسحب من المنطقة دي، وداخل اسحب من هنا كمان، وهنا برضو كمان. وده الفاينل بتاعي خلاص. ممكن يكمل لحد الاخر، ممكن طبعا، بس انا ما احبش كده. يعني خلاص انا خدت الصفقة وخدت منها مكسب كويس، ليه نكمل وليه نطمع في الاخر؟ وفي الاخر ممكن ترسى على ان السوق يحصل فيه انعكاس قوي، فليه مش هيفيدك باي حاجه. ودي كانت حلقه النهارده. لو عجبك المحتوى متنساش تبقى تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، ولو عندك اي استفسار يا ريت تبقى تسيبه تحت في الكومنتات. اشوف وشكوا على خير، مع السلامه.